فلا لا 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 ما تشتريهاش. هلو، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده هنتكلم عن منتجات لو لقيتيها ببلاش اوعي تجيبيها. لو معديه كده ولقيت حد يقولك تعالي خدي يا انسه المنتجات دي ببلاش، قولي له شكرا انا مش عايزاها ومش في احتياج ليها، واوعي ترمي فيها فلوس. ويلا بينا مع بعض. النهارده هتكلم عن 3 انواع من المسكره بتاعه الرموش. اسوأ مسكره انت ممكن تجيبيها، في اسوأ بجد. انا متعصبه قوي لان بجد وحشين جدا، برغم ان سعرهم مش رخيص ومش غالي، يعني سعرهم متوسط. بس قصاد ان انت بترمي حاجه في السعر ده المفروض ان هي تبقى كويسه معاكي، لا هي مش كويسه خالص. واول واحده انا هبدا التلاته، في واحده ممكن نحسها كويسه شويه، فانا هبدا من الكويس للوحش خالص. اول واحده وهي دي انا كنت متكلمه عنها قبل كده، هي بتاعه رومانتيك مات، اسمها من فوق رومانتيك مود، وهي اسمها لونج ميوزك، يعني أو الاسم بتاعها لونج ميوزك، بس من براند رومانتيك. لذيذة لحد ما، بس لو اتجبرت انك تجيبيها. لكن لو انت تشتريها بنفسك او هتنزلي تدوري عليها فلا، ما تدوريش عليها ووفري على حالك. هوريكم فرشتها من جوه. هي ما كانتش سيئه قوي معايا زي اللي هتكلم عنهم بعد دول، بس مش الواو. يعني انت قدامك اختيارات احسن بكتير وافضل منها بكتير، فلو جت قدامك اختيارات تانية لا اختاري التانية وما تختاريش دي. بس برضه هوريها لكم للاحتياطي عشان نبقى عاملين كل حاجه عنها. هي فرشتها لذيذه وبتديكي فوليوم حلو ولونج كويس في الرموش، بس مش الواو. فلو حابه التجربه تمام، هي مش هتعود عليكي بحاجه وحشه في التجربه بتاعتها يعني. لو جت قدامك بالصدفه، لو ما جاتش قدامك ما تدوريش عليها وما تجيبهاش، وده هيبقى افضل ليكي. الاتنين اللي بعد كده، الاتنين بالنسبه لي مفيش فرق بينهم قوي، الا حاجات بسيطه جدا جدا جدا، وهم دول. دي برضه انا كنت متكلمه عنها، وكنت متكلمه عن ان هي ازاي بتوقع رموش، وكنت مديه حل لو انت مجبره تستخدميها ممكن تعملي الحل ده عشان بس تستخدميها. فكنت قايله انك ممكن تستخدميها زي لو هي عندك، فانت عايزه يعني تتعاملي بيها عشان ما تترميش خالص، حرام، او ما تترميش على الفاضي. بس لو هتشتريها ما تشتريهاش. هي دي بتاعه بريتي وومن، برضو لونج لاستنج. معرفش ليه الماسكارا دي قذره، مع ان بريتي وومن براند محترمه وبنزلها حاجات للميك اب كويسه جدا. معرفش ليه ازاي وقعت منهم الماسكارا القذره دي. فرشتها حلوه، بس ككواليتي الماسكارا نفسها وحشه جدا جدا جدا، وبتوقع الرموش بشكل اوعي تشتريها. لو هي عندك استخدميها بالحل اللي انا كنت قايلاه في الفيديو بتاعها، لكن لو هتشتريها مخصوص فلا لا 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 ما تشتريهاش خالص، عشان بجد هتدمر لك رموشك بشكل مش رهيب. عايزه اقول لكم هي لسه عندي ما نشفتش، بس انا مش قادره استخدمها تاني خلاص، عشان نبقى بنعمل اللي علينا. برضو هي مليانه، هي لسه مليانه من جوه، بس انا خلاص مش قادره، وقعت كل رموشي الموجوده. فحضرتك انا هستخدمك ليه؟ يعني انتي وقعتيهم، هطول بيكي ايه؟ مفيش حاجه. هي فرشتها من جوه كويسه، بس كماسكرا مش كويسه. يعني هفرح بفرشتك وانتي الماسكرا بتوقعي رموشي؟ لا، مش هستخدمك لو هتعملي. فدي برضو بالنسبه لي كانت سيئه سيئه سيئه، اوعي تشتريها. التالتة ودي أقذر نوع مسكرة أنا جربته في حياتي كلها، بتاعت مايت سينما. بالرغم برضو من إني مايت سينما براند محترمة جدا وجربت منها كذا نوع من الماسكرا وطلعت كويسة، إلا دي. إيه القرف ده يا مايت سينما؟ إيه القرف ده بجد؟ دي أنا لسه مشتريها من شهر بالظبط. حطيت منها 3 مرات ووقعت لي كام رموش، خلتني ما حطيتش منها تاني ومش هحط منها تاني. يعني ليه يا مايت سينما تعملي لي ماسكارا زي دي مثلا ب 100 جنيه وانا اشتريها ب 100 جنيه وتطلع قذرة كده؟ ليه انت براند محترمه ليه بتسوقي سمعتك وتعملي القرف ده؟ يا جماعه وحشه قوي 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 قوي. لو بجد بصي ما تجيبهاش، وحشه جدا جدا جدا. برغم ان هي 100 جنيه، يعني 100 جنيه دي قادره تجيب لك مساجات كتير قوي حلوه، الا انك تجيبي القرف ده. هي المفروض ان هي فايبر لاش ماسكارا، يعني المفروض ان هي بتعمل لك بقى ايه فايبر في اللاشة بتاعتك، بس هي قذرة قذرة. القذرة دي الوحشة دي وحشة قوي. فرشتها حلوة، فرشتها جميلة، وده اغراني فيها بصراحة.
حتى الكفرج بتاع الفرشه بتاعتها كانت حلوه كده، وفي كيس، وفي جوه الكيس جوه العلبه، شكلها شيك. بس قصاد ان هي تتحط على رموشك، فهي هتوقع لك رموشك. لو انت بتعالج رموشك بقالك 3 سنين، هي هتوقع لك في 3 مرات، وبتثبت ثبات في الرموش مش طبيعي. يعني هي هتمسك في رموشك ماسكه. الاكس ما مسكش كده فيكي، الاكس ما مسكش كده فيكي قصاد يعني هي رخمه. رخمه مش اللي هو مثلا تقولي انا هرجع بالليل اشيلها بميك اب ريموفر. لا، انت حتى الميك اب ريموفر مش هيطلعها، ده هي هتمسك في رموشك ماسكه وتطلع بقى بالرموش. يعني انت عشان انت خلاص بقى انت يأستي الامل وفقدتي الامل وفقدتي كل حاجه، فلازم انت تطلعيها، هتطلعيها برموشك. ما تجيبهاش بجد. لا لا لا، اسمها ميه سينما، شكلها كحلي كده. إيه، هحاول ان انا احط لكم صورتها بالعلبه، لان انتوا اكيد مش هتشوفوها كده. فحاول احط لكم صورتها بالعلبه بتاعتها، عشان اول لما تشوفي العلبه دي بصي قدامك كده وامشي على طول وهو. فرشتها حلوه من جوه، بس قصاد ان انا اجيب فرشه حلوه اوقع رموشي، فلا يا ستي، لا عايزه فرشه حلوه ولا عايزه احط ماسك. ده انا امشي برموشي كده احسن، ولا احط ماسكات توقع لي الكام ريش اللي عندي. فخلاصه الفيديو سريعا، دي ممكن اديها تقييمات بقى، يعني اديها تقييمات في الاخر. دي ممكن بنسبه 45%، دي بنسبه 15%. غير كده بجد هبقى بجاملها. انا كده اديتها المحترم. دي بنسبة 2.5%، وما تجيبهاش أزيد من 2.5%، مش هتيجي أزيد من 2.5% بجد. أوحش حرام أبعد دي، عشان دي محترمة شوية عنهم. دول أوحش مسكرتين ممكن تجيبيهم. دي مجهولة المصدر كده كده. رومانتك ماطة دي أنا ما سمعتش عنها قبل كده خالص. اللي مستغربة بتاعت مايت سينما، لأن دي براند محترمة، وبرده بتاعت بريتي وومن براند محترمة. بس الظاهر ان البراندات بقت بتسوق منتجاتها بشكل مش حلو. فدول لو لقيتيهم ببلاش اوعي تجيبيهم. وانا خلاص اشوفكم في فيديو تاني وجديد.